في مسابقة دوري أبطال إفريقيا والباحث عن الكل يساند الوداد، كل المغاربة نعم دون استثناء وراء الوداد الرياضي ديفوار، ويعرف كذلك ناميبيا ويعرف جنوب إفريقيا، وبالتالي سيعد العدة من رسميا إلى الدورة نصف النهائي. كذلك الحال لتو بويسون مازيمبي يمكن أن نقول، وكذلك في مسابقة كأس الكونفدرالية. وهكذا والنهضة البركانية لازلنا في انتظار دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان. فين المهم هو الانتصار، المهم هو الانتصار والتأهل للدور النصف. أول اللاعبين الذين يظهرون على الصورة محمد مناجم، بابا توندي اليوم سيبقى في ذاك، واختيارات المدربين غوميز داروسا الفرنسي وفوزي البنزرتي. الوداد ونادي أورويا. يذكر لمن انضم الينا في هذه اللحظات بان الوداد تعادل الصفر مقتل البدايه في هذه اللحظات من الحكم الاثيوبي باملاك تيسيما. ان شاء الله 90 دقيقه. الرياضي ذلك على الاحمر ان يحذر كثيرا من مرتدات عناصر الهوروياليه في وسط الميدان. حذاري من هذه الكره، حذاري 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 حذاري. طلع باونا حاول يسدد الكره، لكن في نهايه المطاف يا سلام يا شيخ ياك سيزيل هذا الهاجس. هو هدف مبكر من العناصر الوداديه، ضربه راسيه من اشرف داري، ولكن الركنيه من طرف الان محمد ناجم يرفع ناجم، والراسيه بعد ذلك من كومار اصحاب القامه الطويله بمن فيهم اشرف داري. بينما الكرة الأخطر من أشرف داري، شوف هنا التمركز والتحرك من أشرف داري، يرتقي على مداد مع كاين الحداد، يمشي الحداد يمشي الحداد يرفع الحداد، لكن عالي على صلاح الترجي حول المرور من الجهة اليمنى يلعبها لمحمد ناجم، يرفع محمد ناجم والكرة داخل منطقة الجزاء. نيكيما يرفع لحسن الحظ مرة اللي قلت بأنه انهزم الموسم الماضي في النسخة 2018 بنتيجة هدفين. بس السعيدي يعيد للخلف مرة أخرى على مشارف منطقة الجزاء. هي القائم الثاني مرفوعة هذه الكرة من لاعب وسط الميدان وليد الكارتي، نام على المقاس حتى أخيرا ما خسرش فريق الوداد الرياضي، بينما اسماعيل الحداد يطلب الكرة أقرب إليها السماسيك. إن شاء الله يخيب ظن هذا المدرب الفرنسي اسماعيل الحداد في استلام هذه الكرة. نهاية المطاف هذه هورويا لما يلعب خارج أرضية ميدان واستلام ممتاز، الكنترول راية وناجم فرصة خطيرين جدا أمام المرمى. تلعب هذه الركنية أحمد رضا التاكناوتي، وفي الربع الساعة الأولى حتى الآن لم يتحقق هذا المراد، رغم أن الوداد عنده نصير، يصعد النصير وناجم، والمتابعة بعد ذلك من زوير مع النرفزة يقلل تركيزه، ممكن تجي الإنذارات المجانية، ضربة راسية ولكن هنا سهلة. هذه نيغالي اللي كان حاضر كذلك في جل المباريات هذا الموسم بالنسبة لعناصر فريق الوداد الرياضي. انطلاقة سريعة، الحكم يقول فيها مدافع يمين وناجم، برافو ناجم برافو ناجم. الحارس يخرج في نهاية المطاف، نتم بالشكل المثالي وبالشكل الصحيح. دائما كما قلت يلعبون على ناجم في صلاح الدين السعيدي، يلزم المساندة الدفاعية من هذا الثنائي خاصة في الكرة الثانية. المغلوب نرجع للوداد ونرجع لوليد الكارتي، يعطي تمرير لاسماعيل الحداد. الحداد لم نشاهد ينوع في الهجمات، يلعب أكثر على الجهة اليسرى، فرصة جول جول جول. سالك يا وليد الكارتي، وليد الكارتي بلمسة الكبار يشعل المدرجات وينسى الشباك الغينية. يا لا من لمسة في العمق، ويا لا من متابعة منك يا وليد الكارتي، ينسى الشباك الغينية. هذا هو السيناريو الامثل، الوداد انه يسجل. ينطلق العبابة، خذ حذرك يا كومارا، يرجع السعيدي، برافو اسفور وكي بافور التسديدة ولكن بعيدة تماما الى ضربة مرمى. نيكيما يا سلام على هذا التصدي منك يا احمد، يا رضا يا تاكناوتي، داري بعيدة، لكن الامور لم تحسن بعد انطلاقه من الجهه اليسرى. محمد الناري يستفيد من هذه الغلطه، يسليك وليد الكارتي سجل مره اخرى بكيفيه رائعه. هكذا لقبته هذه الإعادة مرة أخرى للكرة الماضية، يا ريتها يا ساجن في الاستلام. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف تحرك وليد، شوف تحرك وليد. جول جول جول. عالمي 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 يا نصير، عالمي يا نصير، عالمي يا نصير. ماذا أقول عنك يا نصير، وماذا أقول عن هدفك يا نصير؟ هدف ولا أحلى من عبد اللطيف. بركاتك يا نصير، بركاتك يا الوداد، يا الوداد يا الوداد. نعم يفعل بالثلاثة، يضرب بالثلاثة ودائما
ونقول يا زوير فرصة الهدف الرابع تضيع. شوف يا سلام على هذه اللمسة الرائعة من محمد دون رقابة حتى في المرمى، رائع جدا يا وليد. الليلة ما يكفي فقط سنعرف في الجولة الثانية بكم سيفيد وليد الكارتي، أشرف داري، يحيى جبران، زوير المترجي، محمد ونجم، وأيضا بأرضية ميدان وأمام جمهوره يفرط في التأهل بعدما تقدم في النتيجة 3 أهداف. مصر أيضا نشيطة، أتمنى أن أشاهد محمد النهيري وأشاهد إسماعيل الحداد لتخفيف طرف اللاعب يحيى جبران. رأي يحيى جبران بالهدوء، بالتركيز، بالخبرة، بالأناقة في تاريخه الذي سجله في مرمى نادي الأهلي نهائي 2017 الذي توج الوداد. هنا لم يحصل الكرة لكن عنده المترجي في خطأ. نعم، تدخل كحسن مشاهد النهيري في عملية التنفيذ الضربة الحرة. هذه الكرات ومن هذه المسافات ومن هذه قبل تسديد النهيري سدده مرة عالية، دائما يستعمل القوة. السوكو لمن يحيى جبران، ولكن فقط يلعب درامان في حق اللاعب عبد اللطيف نصير. تلعب الضربة الحرة، الكرة في تيجي المرمى لفائدة نادي هورويا. هذه الإعادة مرة أخرى، السدادة قوية ولكن على قسنطينة فهو الأقرب لمواجهة تو بويسون مازن بلقاء فيرادس والوداد. بالنظر إلى الخدمات التي أسدى للوداد والأداء الذي قدمه في الموبلي الخلف بكل هدوء للحارس تاغناوتي، رد بالك يا تاغناوتي. مرت لأناجم يا زوير، كان ممكن أن تتركها لأناجم بينما تسديدة ولكن مرت عالية. ومرة يلعب هناك على الجهة اليسرى محمد النهيري، بعيدة جدا على اللاعب محمد الجهة اليسرى ناحية اللاعب محمد النهيري. عندك الكرة يا اسماعيل، اقرب اليها يا تاغناوتي، هذه خطيرة لكن هناك متابعة من جانب اللاعب يحيى جبران في افتكاك من محمد النهيري على الجهة اليسرى لمن يا محمد اسماعيل، والكرة تتحدى أمامية لزوير المترجي. صلاح الدين السعيدي، ممتازة هذه الفكرة، ممتاز. إعجال منك يا محمد يا النهيري لأنه كان ممكن أن تلعبها بشكل جماعي. يريد نفس السيناريو ويريد الأهداف، يريد الفرص. الآن جاء دور اللاعبين الودادي بيريا وكذلك الوداد. فرق كبير بين منطقة تنفيذ الركنية، عملية ثنائية بين منطقة جزاء وناجم يعيد لوليد. وليد فرصة جول محمد النهيري، جول يدور الوداد في مسار دوري ابطال افريقيا. افرح يا النهيري، عبر عن فرحتك يا النهيري. هنا جاتك الفرصه يا النهيري، والفرصه لما تجي النهيري لا يضيعها. هنا في وضعيه المثاليه، حط الكره في الشبكه ومنذ فتره الى الرواق الايسر، وناجم يرفع وناجم، لكن هنا سجل اليوم لعبد اللطيف نصير وكذلك محمد النهيري. هذه الكرة مرفوعة. هل من مزيد؟ العداد يشتغل والانتظارات الخامس والسادس لملا ثم القارة السمراء. النهيري بطريقة أكثر من رائعة. كل كارتي يسجل، كذلك باباتوندي، الكل يسجل ليس لعناصر نادي هورويا، فريق اللي يبدو أنه انهار تماما. يعني لاعب الله يكون في العون، اللاعب أراد أن يقدم أفضل ما لديه، أن هناك علاقة قوية وطيدة بين اللاعبين والمدرب، المكتب المسير الجديد عنه، لأنه عادة يسجل في مباريات دوري أبطال. الخامس زهير المترجي ينهي بالخامس. مشاهدينا الكرام، هكذا النهاية السعيدة وهكذا جاء الهدف إثر خطأ في التغطية الدفاعية. أخيرا تفعل يا زوير. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star.